طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان من الفضائية الإريترية. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. دعوة احترازية توخيا لأضرار الأمطار الغزيرة في القاشبركة. المهرجان 22 للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية. ارتفاع أعداد الولادة في المؤسسات الصحية بشمال البحر الأحمر. كورونا يتسبب في أكبر عملية انقطاع عن التعليم في التاريخ. بكين تتهم واشنطن بالتهريب في قضية تيك توك. والأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية تخلف 13 قتيلا. ومن العناوين إلى التفاصيل. تشهد البلاد منذ الأسابيع الماضية هطول أمطار غزيرة، حيث رفعت من معدل الهطول المطري التراكمي للمطر الساقط على كافة مناطق البلاد منذ بداية الأسبوع الرابع من شهر يوليو، مما دفع ذلك مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة تصدر دعوات احترازية توخيا للأضرار. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي والزميل قاسم أحمد. دعا مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة اتخاذ احترازات احتياطية توخيا لأضرار الأمطار الغزيرة التي ظلت تهطل بكميات متراكمة في الإقليم. وأوضح المكتب أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسابيع الماضية في أجزاء واسعة من الإقليم هطلت دون توقف لأكثر من 48 ساعة في 2 أغسطس، مما يعد ذلك هطول أمطار استثنائية، مناشدا المواطنين عامة وخاصة المزارعين والرعاة الابتعاد عن الخيران والهاويات والمنحدرات ورعي ماشيتهم بطريقة آمنة. وأوضح مسؤول وحدة المعلومات الاستراتيجية في المكتب السيد عوض إسحاق استمرار هطول أمطار غزيرة على كافة مناطق الإقليم منذ الأسبوع الرابع من شهر يوليو، مما تسببت السيول المتدفقة بقوة في إحداث أضرار نسبية على البساتين والأراضي الزراعية والمواشي والمباني السكنية. وأفادت المعلومات الواردة من إدارة المديرية تدفق سيل خور بارنتو بقوة زائدة، حيث تسبب في إحداث أضرار بالغة على مكتب خدمات مياه المدينة وممتلكاته، كما تسبب في دفن 3 آبار وتدمير أنابيب المياه و13 منزلا من منازل الأكواخ مع ممتلكاتها، ونفوق 15 ماشية، فيما تسبب في إحداث أضرار نسبية على مركز الشطول بمدينة بارنتو، وتدمير 4 هكتارات من الزراعة المطرية. ووفق المعلومات الواردة حتى الآن، سجلت معدل هطول الأمطار في نقاط بارنتو 100.6 ملم، وفي تسني 210 ملم، وفي داسي 201 ملم، وفي منصورة 114 ملم، وفي 4 نقاط بمنطقة شنبق وكل نقطة أكثر من 80 ملم، وفي أملايت 77 ملم، وفي غردات 56 ملم، وفي عدرد 40 ملم، وفي موقرايب 34 ملم. نظمت فعاليات المهرجان 22 للإريتريين في الدول الإسكندنافية في الأول من أغسطس تحت شعار نتصدى ونتقدم على نظام المسرح الافتراضي. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدولة الإسكندنافية سيد يوناس مانا في المهرجان السنوي الذي شهد مشاركة محدودة من المواطنين، ونظم بالتركيز على حضور ممثلي التنظيمات والاتحادات. ألقى كلمة أوضح فيها أن هذا التجمع الوطني السنوي يساهم بفعالية في نقل الثقافة والهوية الوطنية إلى الأجيال المتعاقبة، وتمتين الوحدة والوئام، وكذلك إلى تنشئة الأطفال والشباب. وقال رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد ألم تخلى قرقيش: نحن شعب يسعى لبلوغ الهدف المنشود متمسكين بالمبدأ الثابت. وذكر بأن تنظيم المهرجان السنوي 22 هو مواصلة للمهرجانات الناجحة التي انتظمت خلال 21 عاما مضت، مشيرا إلى ارتقاء المناسبات الوطنية التي تنتظم في المستقبل إلى أعلى المراحل والمراقي.
وقدم مسؤول الشؤون السياسية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يماني قبرآب توضيحا مفصلا افتراضيا للمشاركين فيما يتعلق بالأوضاع الوطنية والإقليمية الراهنة. وقال سيادته إن الحكومة الإريترية تعمل بقوة بالتركيز على تطوير الخدمات الاجتماعية وتوسعة البنى التحتية وتعزيز العلاقات مع دول الجيران، فيما قدم توضيحا موسعا حول استراتيجية إريتريا للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ونتائجها على أرض الواقع. وكجزءا من فعاليات المهرجان قدم كل من البروفيسور جيدون أباي والبروفيسور موسيم سجنا توضيحا مفصلا ومعمقا في ندوة عقدها حول محصلة لا طائل منها لهوس القوات في القرن الأفريقي وتعزيز الروح الوطنية للإريتريين في المهجر ما بعد كوفيد-19. وأوضحت المعلومات الواردة بأن المهرجان السنوي 22 للإريتريين المقيمين في الدول الأسكندنافية بأن المهرجان حفل بالفقرات الفنية المرسلة من المواطنين وغيرها من الفقرات والبرامج التي تتماشى مع متانة المناسبة. سجلت المؤسسات الصحية في إقليم شمال البحر الأحمر تطورا مضطردا في ارتفاع أعداد ولادة الحوامل ب10% في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019. وأوضح مسؤول وحدة الإنجاب الصحي والأسرة والمجتمع بفرع الصحة في الإقليم السيد زدنجل غورغوريوس الإيرينا بأن الوحدة تنجز أنشطة فعالة متمثلة في الخدمات التطعيمية للأمهات والأطفال والإنجاب الصحي ومتابعة التغذية السليمة والمتكاملة وصحة الأطفال والشباب. ومع تزايد بناء عنابر لانتظار الحوامل ارتفع أعداد العنابر خلال ال6 أشهر الماضية بنسبة 22% حسب ما أفاد به السيد زدنجل، فيما ارتفعت نسبة الولادة في المؤسسات الصحية ب 44.5% وظل يساهم بنسبة كبيرة في انخفاض وفيات الأطفال والأمهات. وذكر صعوبة تأمين صحة المجتمع خاصة الأمهات والأطفال دون مشاركة مجتمعية واعية ونتاج لحملات التوعية والسيمينارات المنعقدة حسب المناطق انخفضت نسبة وفيات الأمهات والأطفال وظاهرة الأمراض المعدية. وأشار إلى توسع خدمات التطعيم بزيادة 20% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي من ذات الفترة. وتوجد غرف انتظار الحوامل في 14 مؤسسة صحية من جملة 40 مؤسسة صحية في إقليم شمال البحر الأحمر. تجري أنشطة نفير تنموية شعبية في مديرية أصمات بإقليم عنسبة لمكافحة انجراف التربة وصيانة الطرق. واشتمل النفير التنموي الشعبي في إدارات ضواحي أصمات وأسندة وهاوش وإيرا وأروتا وشغالي وأمبلداي وشاكا وغريت على بناء وصيانة الحواجز القنواتية والحواجز الحجرية وقنوات تحويل السيول والطرق الترابية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا إنجاز 32 كيلومتر من الحواجز وأكثر من 86 كيلومتر من القنوات و600 متر من قنوات تحويل السيول وشق طريق جديد بطول 6 كيلومتر يؤدي من أصمات إلى أوروتا وصيانة طريق آخر بطول 6 كيلومترات. وقال مدير ضاحية أسنداء السيد عمر محمد على أنه رغم صعوبة المهام الجارية بمبادرات أهلية ظلت تنجز بوفاء وهمة عالية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء من مدن كارن وهابورو وأصمات وحلحل وقلب وحمل مالو وحلحل وعلى برعد وتسيير أنشطة تنموية واسعة بالتنسيق بين المواطنين وأعضاء قوات الدفاع المرابطين في تلك المناطق ابتداء من 5 يونيو 2020.
تبرع المواطنون في الداخل والمهجر بأكثر من 700 ألف نقفة لتنمية صندوق مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن عمال شركة ترانس هورن للنقل البري تبرعوا بمرتبهم الشهري ليبلغ التبرع 668,977 نقفة. وعمال مركز الدراسات الاستراتيجية ب7,039 نقفة. وجمعية قدست مريم كرن 5,000 نقفة. وجمعية سلاسي دقي داشم بمديرية صنعافة المقيمين في أسمرة 5,000 نقفة. وأسواق سعري بعداق عربي 4,700 نقفة. وتبرعت روضة آلية بصعدة كريستيان ب2,200 نقفة. وجمعية قدوس قرقيش حرين مريتا قيح المقيمين في أسمرة 2,500 نقفة. وجمعية إندامانيال المقيمين في أسمرة 2,000 نقفة. ومقلق سامسون 2,000 نقفة. وعوات لأعمال الكهرباء 1,000 نقفة. وبقالة مرهاويت برهاني 1,000 نقفة. وتبرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع الكويت 600 دينار على تبرعهم السابق بمبلغ 2,270 دينار كويتي لمكافحة كورونا. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة في سنواتهم التمهيدية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وحذر غوتيريتش من أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة لجيل كامل قد ينتج عنها هدر الإمكانيات البشرية وتقويض لعقود من التقدم وتفاقم للتفاوت المترسخ. ووصف غوتيريتش تلك العملية بأكبر انقطاع للدراسة في التاريخ بعدما أدى انتشار الفيروس إلى إغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة، مما أثر على تعليم مليار طالب حول العالم. وطالب الأمين العام بفتح جميع المدارس حول العالم بمجرد السيطرة على انتشار كوفيد-19. هذا وحذر خبراء ودبلوماسيون من الأمم المتحدة من أن وباء كوفيد-19 يفاقم الوضع الإنساني الناجم عن أكثر نزاعات دموية في العالم ويهدد بكارثة اقتصادية قد تؤدي إلى مزيد من العنف. بتشتيتها الانتباه وموارد القوى الكبرى المنشغلة بشدة في مكافحة الفيروس على أراضيه، يهدد كوفيد-19 مصير العديد من برامج المساعدات واقتصادات دول سابقة أن دمرتها الحروب. اتهمت بكين واشنطن بالتهريب في قضية تطبيق تيك توك الرائج لمشاركة التسجيلات المصورة بعدما كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط من أجل بيع فرعه في الولايات المتحدة لشركة أمريكية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ بين أن ذلك يتعارض مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز. وأمهل ترامب الاثنين تيك توك 6 أسابيع لبيع عملياته في الولايات المتحدة في تصعيد جديد يندرج في إطار المعركة السياسية والتجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وفتحت واشنطن تحقيقا رسميا بشأن التطبيق على أساس مخاوف مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، إذ أنه يجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية المرتبطة بالمستخدمين يتوجب عليه قانونيا مشاركتها مع السلطات في بكين في حال طلبت ذلك.
قالت السلطات الكورية الجنوبية إن السيول في البلاد أجبرت أكثر من 1000 شخص على الهرب من منازلهم وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصا، فيما بات 13 آخرون في عداد المفقودين. وجرى الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الانهيارات الأرضية والمركبات التي جرفتها المياه، التي قال مسؤولون في مجال الكوارث إنها قمرت أكثر من 14,211 فدانا من الأراضي الزراعية، وأغرقت أجزاء من الطرق السريعة والجسور الرئيسية في العاصمة سول. وفي كوريا الشمالية حذرت وسائل الإعلام الحكومية من احتمال حدوث فيضانات، قائلة أن بعض المناطق تعاني أيضا من هطول أمطار غزيرة. ونقلت يونهاب عن مصادر حكومية كوريا الجنوبية قولها أن كوريا الشمالية فتحت بوابات سد حدودي دون إخطار مسبق لجارتها. والخبر الأخير في هذه النشرة: نجح معمر إيطالي في الحصول على شهادته الجامعية ليصبح بذلك أقدم خريج جامعي في إيطاليا بعدما بلغ من العمر 96 عاما. العامل بالسكك الحديدية جوزيبي باترنو نشأ في أسرة فقيرة في الصقلية، وعلى الرغم من حبه للدراسة إلا أنه لم يكن قادرا على الذهاب إلى الجامعة عندما كان شابا. وأدى خدمته العسكرية في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية في سن 20، وأصبح بعدها عاملا في السكك الحديدية. وعندما سئل باترنو عن شعوره بعد التخرج أجاب قائلا: أنا شخص عادي مثل كثيرين آخرين، من حيث العمر تجاوزت كل الآخرين، ولكني أكملت دراستي بسبب الرغبة في ذلك، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. ختام النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير.